السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت نتقاسم معكم الوصفه ديالي، يعني وصفه ديالي الديه. البنات غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه لهاد الوصفه يقدروا يستعملوها الرجال والنساء، يعني هاد الوصفه ماشي مختصه غير العيالات بوحديتهم. البنات غادي ندوزو لطريقه تحضير الوصفه. هنا عندنا اسير، انا كنقول له اسير، ما عرفتش شنو سميتو اخر، يعني كل واحد وشنو كيقول له. بالنسبه للغه الفصحى كيقولوا له كليل الجبل، يعني اللي ما فهمتهاش باسير تقدر تفهمها باللغه الفصحى. وراه قررت لكم اسيره البنات بالنسبه اللي ما كيعرفوش. قربتوا الكام باش هكا غادي تكتشفوا شنو هي هاد العشبه، حيت كل واحد وكل منطقه وكل بلاصه وشنو كيقول لها بزاف عليا باش غادي نعرف كل حاجه. كل واحد شنو كيقول لها. بالنسبه للغه الفصحى كليل الجبل، يعني تقدر ديريها في اليوتيوب ولا جوجل غادي يطلع لك اسير. باللغه الامازيغيه كنقولوا ليها احنا اسير. باللغه العربيه العاديه او الدارجه ما عرفت شنو سميتو، ما عقلتش. الا كان دازت قدامي في السنيار فراه ما عقلتش عليها. هنا البنات درت الكاسرون ديالي حتى غلا، عاد ضفت اسير ديالنا وحركته بطريقه مبسطه، يعني حتى تطلق معنا اسير ولا اللون ديالو اخضر. بالنسبه للبنات فعندكم تهزوا اي كاسرون بالنسبه اللي كتطيبوا فيها ولا كتحتاجوها للطياب، فاسير فاش يتخلط مع الشيبه فتعطيونا واحد اللون الاخضر وكيلصق في الكاسرون ديالنا. فهزي كاسرون اللي ما كتحتاجيهاش او لا خاصه بالوصفات ديالك في الدار، يعني اي وحده ولا اي مراه في الدار كتكون عندها واحد الكاسرون راه خاصه بالوصفات. وصافي البنات غادي نبقاو نحركوا اي مكون ضفناه، غادي نحركوه بطريقه مبسطه حتى كيتخلطوا عندنا المكونات مع البعض. وهنا البنات غادي نهضر لكم على الشيبه. البنات صراحه قريت عليها شي شويه، ولكن راه ما كملتش بزاف، يعني ما قريتش عليها بزاف. اللي بغات تقرا عليها فتكتفي بسميه الشيبه في جوجل، راه غادي يخرج لكم انفورماسيون عليها وقراو. راه عندها منافع كثيره بزاف، وبالخصوص للرحم ديال المراه او الافرازات اللي كتكون موجوده في الرحم ديالنا. صراحه الشيبه ما كنتش انا عارفه عليها بزاف ديال المعلومات، فاش عرفت بزاف ديال المعلومات على الشيبه فغادي نبقى نكثرها وغادي نبقى نستعملها في اي حاجه درتها. يعني عندها منافع كثيره بزاف اللي ما عمرني عرفتها قبل. صافي غادي نزيد واحد الفوس ديال الثومه، غادي نبقى نخلط حتى كيذوب عندنا هذا الثوم، هذا تيولي رطب. فاش كتولي رطبه كتسهل باش غادي تبعص لينا الثومه ديالنا. فالمكونات البنات اي مكون ضفتوه فحركوه حتى كتعرفوا راه طالق المنافع ديالو. عاد غادي تزيدوا مكون اخر باش هكا غادي تكوني حاسه بالوصفه انها تطلقت معاك وغادي تعطيك مفعول فاش غادي تستعمليها. هنا البنات انا اي حاجه كنضيفها فكنحركها مزيان عاد كنضيف الحاجه الاخرى. بالنسبه للبنات اللي بغاو الوصفه تكون كثيره بالنسبه لسيمانه كامله او لا وقت ما بغات تدوش، فغادي تضاعفي المكونات اختي وغادي تخليها احتياطيه في الجانب، يعني غادي ديرها في واحد القرعه ديال البلاستيك ولا زجاجيه في اي حاجه، يعني ما كتخسر ما والو، ما فيهاش شي حاجه اللي كتخسر. غادي تحطيها جانبا، وفين ما كتبغي تدوش كديريها نص ساعه قبل او لا ساعه، ما تفوتيهاش. راه كافيه نص ساعه ولا ساعه كافيه وفايته لهيه، ما تناسي بها ما والو، يعني ساعه ولا نص ساعه راه في الكافيه. هادشي اللي كاين البنات. وغادي نضيفوا واحد شويه من سكينجبير الاخضر. انا راه عندي الاخضر ولكن كارم البنات. بالنسبه اللي عندها اخضر راه مزيان، اللي ما عندها كارم بحال هكا يعني ماشي مشكل. مهم منافع اللي فيهم راه فيهم كاملين، غير الاخضر كيكون زايد. هنا البنات درت واحد 14 الحبه ديال القرنفل
اللي هو النوار بالامازيغيه. القرنفل البنات هو عنده منافع كثيره صراحه، والقرنفل مع الزيت ديال النعناع للشعر حتى هو راه شي حاجه ما نعاودلكمش، راه كنت كنستعملو شحال هادي صراحه واعر 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 بزاف. دابا نشارك معكم الوصفه والطريقه ديالها. بالنسبه للقرنفل البنات حتى هو خديت عليه انفورماسيون، فعنده منافع كثيره 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 بزاف. بالنسبه اللي عندها الجرثومه ديال المعده فراه كيشربوه الناس كيرقدوه في واحد شويه ديال الماء في الكاس وكيشربوا على الريق، فراه كيقتل ديك الجرثومه اللي في المعده ديالكم وكيصفي حتى الكلاوي. هنا البنات كما كتشاهدوا معايا اي حاجه ضفتها كنحركها وكنشوف واش ارطابوا معنا دوك المكونات اللي كيكونوا قاصحين ولا لا. صافي هنايا البنات غادي نبقاو نحركوا 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 حتى كينسجموا مع بعضياتهم. عاد كنضيف واحد الحاجه اخرى. صافي هنا البنات فاش غادي ديروا الوصفه ديالكم في الراس، راه بحال اللي كتشلي راسك، راه ما ديريهاش وانتي واقفه ولا راه خصك تكوني داخله في الدوش، حقاش راه الماء غادي يبقى يتدفق عليك. شقي راسك مزيان 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 مزيان. اللي غاسلين دراسك كيكونوا شاربين هذه الوصفه هذه باش يعني كتعطيك النتيجه، كتحيد لك القشره، كتحيد لك الاخر، كتحرك لك دوك الخلايا الميته ديالك، حيت فيها بزاف ديال المنافع. راه درنا تبارك الله راه شي 7 ديال المكونات ولا. صافي هنا البنات فاش غادي تغطيوها وتخليوها تبرد شويه، هنا كتصفيها كتحطيها في واحد الاناء او لا شي حاجه ديال البلاستيك ولا زجاجيه، عاد كتضيفيها في القرعه ديالك وفين ما كتبغيها كتشققي بها راسك. وصافي ضفتها في القرعه ديالنا وغادي نشقق بها راسي وندخل ندوشها البنات. تهلاو لي فريوتكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما نكونش كثرت عليكم، ونتمنى اللايكات من عندكم ونتمنى لي جيم ونتمنى المشاركه. الى الفيديو المقبل ان شاء الله، بسلام عليكم.